السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي ومستمعي إذاعة الأمل من الناصرية عبر تردد 89.1 مع برنامجكم الرياضي سنتر شوت. للاتصال والاستفسار الاتصال على الرقمين التاليين 0782 893 5212 وكذلك الاتصال على الرقم التالي 0771 1061 084. قبل أن نعلن عن ضيف حلقتنا لهذا اليوم نود إعلامكم بأن سؤال حلقتنا الرياضي لهذا اليوم هو: كم مرة فاز منتخب البرازيل على منتخب فرنسا في المباريات الرسمية التي يتواجد بها اللاعب زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا؟ ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو لاعب مثل الكثير والعديد من أندية العراق والمحافظة لكرة اليد في الدوري العراقي الممتاز والمحترفين بمسماه الجديد، وحاليا كابتن نادي ذي قار في دور المحترفين. دعونا نرحب أجمل الترحيب بهذه الشخصية المعطاء ابن مدينة الناصرية الكابتن واللاعب حسام علي لاعب نادي ذي قار. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا حبيب أستاذ علي، شكرا إلى قناة الأمل ولحضرتك أستاذ علي والكادر لتاحت الفرصة لنا بهذا البرنامج الجميل. احنا سعيدين جدا بتواجدك واهلا وسهلا بك بإذاعة أهلا الأمل. بك حبيب أستاذ علي. وانت تعرف يعني هذا البرنامج هو نلتقي مع الرياضيين من أجل كشف الحقائق اللي تنتظرها أغلب الرياضيين وخصوصا المتابعين والمحبين للعبة كرة اليد. أكيد إن شاء الله. كبداية البطاقة الشخصية للأستاذ حسام علي. حسام علي عبد الله، مواليد 1992، مدرس تربية رياضية، حاليا ماجستير كرة يد. لاعب كرة يد إن شاء الله. السيرة الرياضية. السيرة الرياضية لاعب منتخب ناشئين، اشتركت بتصفيات كأس العالم وبطولة آسيا، ولاعب منتخب شباب، ولعبت منتخب وطني بتصفيات كأس العالم صارت بالبحرين. مثلت العديد من الأندية بالمحافظة، نادي ذي قار، نادي الناصرية، ونادي النصر. خارج المحافظة بديت مع نادي السماوة، بعدين نفط البصرة، بعدين بلدية البصرة، بعدين الكرخ ونادي ديالة، الطلبة وكربلاء، ذي قار، نفط ميسان ونادي القاسم. ماشي. كبداية، كيف كانت بداياتك مع الأندية وما سبب اختيارك لهذه اللعبة بالتحديد؟ بالبداية كان يعني اختياري لهاي اللعبة كان مدرب كرة اليد الله يرحمه هو أستاذ جابر. تحياتي الله يرحمه. الله يرحمه. فهو كنا بالشارع وشافنا نلعب مثلا كرة قدم كنا دائما، فهو شفنا مهتم باليد ودعانا نتمرن. الحمد لله يعني من صعد مستوانا ظلينا نسافر، حبينا اللعبة واستمريت بيها. بديت أول شيء هو عن طريق هم أستاذ جابر، ظل يدخلنا بالمنافسات الدور الدرجة الأولى، منافسات التربيات، بطولات التربيات، الحمد لله والشكر وصلنا. أستاذ حسام، أنت مثلت العديد من الأندية، يعني تقريبا 12-13 نادي. نعم. فترات متفاوتة يعني حتى بكثر ما لعبت بالأندية ظلت تلعب، يمكن أكو أندية لعبت وياها بالسنة مرتين. لا يعني مثلا اكو يعني مثلا اكو مرحله تتفق ويا نادي، بعدين تغير بالمرحله الثانيه من تنفتح انتقاله. ايش عجب كثره الانديه اللي جاي تلعب بيها وما استقريت لك على نادي معين؟ بالبدايه احنا اول ما بديت انا بال 2011 لعبت بنادي نفط البصره، قبل كان اسمه نفط الجنوب. بديت فيه تقريبا 3 سنوات، حققنا لقب الدوري، اشتركت بطولات آسيا، أبطال آسيا للأندية، واشتركت بطولات عربية. بعدين صار نادي نفط البصرة تفلش بكرة اليد، بعد تحولت لعبت لموسم بنادي بلدية البصرة، وبعدين انتقلت إلى نادي الكرخ. نادي الكرخ هم استمرينا 3 مواسم، وبعدين هم تفلش الفريق بسبب الأزمة المالية. يعني كل الأندية اللي جاي تتفلش بسبب أزمات مالية. أزمة مالية، لأن تعرف أنت إحنا الأندية مالتنا تدعم 100% القدم، فتبدي إذا تصير أزمة مالية تبدي بالفرق الجماعية اللي هي مو القدم، لا تبدي السلة اليد. صح. فبوقتنا إحنا مثلا بالكرخ فلشوا السلة واليد. بنفط البصرة نفس الشيء. يعني هاي المشكلة مو بس الناصرية تعاني منها.
اي بس هاي انديه مؤسساتها، يعني مثلا نفط البصره صارت الازمه الماليه بسبب داعش، دخول داعش. الكرخ كان اكو اتفاق. زين ليش ما صارت ازمه ماليه بالقدم؟ هي صارت ازمه ماليه ايه بس القدم يستمر. بالقدم، بس هم يبقون يحاولون بين الفلوس اللي تجيهم من الوزاره يخلونها بس للقدم، ما يقدرون يضيفون باعتبارها لعبه شعبيه. بالضبط. انت باعتبار لعبت انديه كثيره ومثلت حتى منتخب ناشئين ولعبت حتى على مستوى اسيا، صح؟ مستوى اسيا. الانجازات الفرديه والجماعيه اللي حققتها. الانجازات الجماعيه حققت الدوري العراقي وثاني الدوري وثاني، يعني لانه حققت كاس العراق. هم فرديه ماكو يعني على مستوى يعني اهم انجازين اللي قذني؟ ايه الدوري العراقي ويا نادي نفط البصره، ويا الكرخ حققت كاس العراق. يعني انت هسه على مستوى العراق محقق الدوري والكاس. الدوري والكاس. جيد. زين كابتن حسام، احنا نطلع من اطار اللعب